وبكده وصل الشكل اللي انتوا شايفينه ده بعد ما خلصنا الصنفرة. طبعا فريق الدعم محمود وأحمد ما شاء الله عليهم ظبطوا الكلام وروقوا الدنيا زي ما حضراتكم شايفين. السيراميكا رجعت زي الأول وأحسن، كأني لسه لسه راكبة جديد. أي حد عنده استفسار عنده سؤال يتفضل يقول. لو في صنايعي جه واستخدم خلطة على البلاط أو مونة زي ما حضراتكم شايفين كده، إزاي أنا هطلع المونة من البلاط؟ إحنا النهاردة إن شاء الله هنعلمكم إزاي لو في حد عمل خلطة على البلاط أو مونة على البلاط إزاي هنطلعها. هنعلمها لكم بطريقة سهلة جدا. طبعا ده الشغل ده قديم، إحنا ركبنا الوزرة دي بس عشان محدش يقول مال الشغل عامل ده كده. هذا الشغل بتاعنا ولله الحمد زي ما حضراتكم شايفين، شغل بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بس احنا هنعلمكم ازاي ان انت تشيل المونة او اي مونة على السيراميك، ازاي تتعامل معاها وتطلعها. طبعا النهاردة هنعرفكم ازاي لو في مونة جاية على السيراميك ازاي هننضفها. تمام، هتجيب صنفرة زي كده وابدأ كده يا محمود على شايفين. الله ينور يا سحودة، الله ينور يا معلم احمد. دي اسهل طريقة لتنظيف السيراميك. طبعا ما فيش اي حاجة هتنضف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولا سلك ولا اي حاجة تانية. فدي انضف حاجة ان انت تنضف بيها واسهل طريقة. وهتشوف النتيجة ان شاء الله بعد ما نخلص الصالة. ان شاء الله بعد ما نخلص تنظيف هنوريكم النتيجة. وبكده وصل الشكل اللي انتوا شايفينه ده بعد ما خلصنا الصنفرة. طبعا فريق الدعم محمود وأحمد ما شاء الله عليهم ظبطوا الكلام وروقوا الدنيا زي ما حضراتكم شايفين. السيراميكا رجعت زي الأول وأحسن، كأني لسه لسه راكبة جديد. أي حد عنده استفسار عنده سؤال يتفضل يقول.